بعيدا عن الرد على أعداء وحدتنا الترابية الأجانب، وأخص بالذكر عن الجزائر، دعنا نلقي الضوء على نوعين من أعداء الداخل المغاربة، ولا أخص بالذكر عن المعارضون السياسيون للنظام المغربي وللدولة المغربية، سواء معارضي الداخل أو الخارج، بل أقصد من يصنفون بالمؤثرين المغاربة من الألوان وأشباه الرجال والعاهات الأخرى، بحال هذول اللي لقاو القبض عليهم مؤخرا. فإذا كان العدو الخارجي يريد ويمني النفس تفتيت المغرب خارجيا جغرافيا ونسب حضارته العريقة وتدمير اقتصاده وعرقلة تقدمه، فالمؤثرين السلبيين المغاربة، تربية بيوت الرذيلة والعاهات المتفشية على كل وسائل التواصل الاجتماعي، همهم الوحيد أن تشيع الفاحشة بين المغاربة، أن يتصالح المغاربة مع الحرام، أن تنتهك الأعراض، أن يكثر ويتفشى العقوق ونشوز الزوجات وأطفال الشوارع بسبب الدعارة، وتفكيك الأسر المغربية عبر تسهيل الطلاق. وكل هذه الأمراض وهذه العاهات من أشباه المؤثرين ستتسبب في ضعف بنية المجتمع وتفككه داخليا، فيصبح مخلخلا غير قابل للمقاومة إذا ما حاول عدو الخارج الهجوم علينا يوما ما. في نظرك يعني كمغربي، بمن ستواجه عدوك وأنت منهك منتهك مفكك من الداخل؟ هل بهؤلاء أشباه الرجال والملونين، أم بتلك النواشز وتلك الفاسقات تربية بيوت الرذيلة؟ الله المستعان.